ايدك وما بتقريش. بصراحه انا مش راضيه عن الجوازه دي ابدا. انا ابني يستاهل واحده انضف من دي بكتير. ابنك؟ طب انا عايزك تلقي نظره كده على ابنك. وجه الحياه يا فاطمه، انت مش مخلفه احمد عز؟ ها؟ انا مدركه الواقع بس بقول لك يا فاطمه، مشي الجوازه عشان ما يجيش واحد رخم زيي يعقرب لك جوازتك. الف مبروك، ربنا يوفق بخير ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. منوره ست الحاجه، منوره ست مبيرم، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. الله ما يتممش. شوف انا عاوز اقول لحضرتك حاجه من الاخر. احنا اللي قدرنا نقدره، واللي قدرنا نقدره، واللي عرفنا يغور من ضهرنا. بس يا عم هيثم انت جاي تبوظ الجوازه ولا ايه يا عم هيثم؟ عم هيثم يعني يقصد ان نسبكوا شرف لينا يا ام بيرم. ما تقول حاجه يا دكتور. ما تمسكش طراطيف الموضوع، خش في الموضوع على طول، والحق ما بيزعلش حد. اتفضل. عمر الحق ما الحق هيزعل ليه؟ احنا برضه يعني ايه هنعدل. انتوا هتشتروا السجاد وتشتروا الستاير، واخده بال حضرتك، وتشتروا الصيني وتشتروا النابوليا وتشتروا المطبخ والحمام. وانتوا هتشتروا ايه؟ هنشتري راجل. شكلنا لبسنا في عيله واطيه. عيله ما تقلقش من... ايه جوازتك يا جماعه؟ الموضوع ابسط من كده بكتير. احنا هناخد فاتن هتعيش عندنا في البيت، هتعيش في اوضه يا ابنودي، هتبقيها شغاله ماشي، وهناخدها بشنطه هدومها. عين العقل يا دكتور، واحنا ناس برضك نفهم في الاصول. بكره الصبح يا بت يا فاتن تنزلي معايا نشتري شنطه تاخدي فيها هدومك، ماشي ولا يا دكتور؟ عندي انا بقى الشنطه دي. وليه مكلف خاطرك كده وجاي على نفسك؟ دي مصاريف يا ابني. انزل هات كيسين زباله سود من عندنا من العربيه. لبس بنتك يكفي كيس ولا كيسين؟ خد بقى الكارع ده مني وادعي لاخوك تيسير. شكرا. ايه والنبي ما انت كاسفني. كوارع makes you strong for the match and makes you strong يعني I will tell you alone. بعد ما نخلص اكل هاخدك اوريك كايرو. Oh my God. It's very hot today. I know it's very hot. I know it's very but أنا بعتذر لحضرتك جدا لأن عربية الوزارة ما فيهاش تكييف. أنا آسف يا فندم معلش. أوكي. حبيت حضرتك جدا والله. اوكي. هنخش بقى شمال احنا منه. اوكي. ولا فين حضرتك ماشي ازاي؟ اهو.
من الآن ونلتقي مع الحدث الرياضي الكبير، مباراة التحدي العظيمة بين بطلنا العظيم الرجل العنابي وبطل أمريكا الشهير سبايدر مان. ومعلش أنا قلت بطلنا الأول له تحيز ولا تعصب، والله أنا قلت اسم بطلنا الأول لأن هو بيلعب على أرضه ووسط جمهوره اللي بيحبه اللي بيدعي له. ربنا يكرمك إن شاء الله يا عنابي. إحنا ما يهمناش المكسب والخسارة، لا إحنا يهمنا إن المباراة تطلع نظيفة ومثالية. يهمنا إن الدنيا كلها تعرف إن مصر قادرة على استضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة. وأنا يشرفني أن يكون معي في الاستوديو اليوم ضيف عزيز جدا على قلبي، الدكتور بيرم، المتحدث الرسمي باسم الرجل العنابي. مساء الأنوار يا بيرم. مساء الانوار يا صريح بيه، ويوم رياضي جميل ان شاء الله علينا وعلى الامه العربيه كلها. يا ريت يا بيرو بقى تشرح للسادة المشاهدين وتشرح لنا كمان، انت شايف المباراة دي ازاي؟ يمكن انا عكس ناس كتير متوقعه النهارده ان العنابي هيبقى فريسه سهله للعنكبوت. انا شايف لا، انا شايف هيبقى في تكافؤ بين الطرفين، شايف ان العنابي هيبقى اكتر من ند النهارده، وعندي وجهه نظر في اللي بقوله ده. وجهة نظر يا ريت نعرفها. يعني لو رجعنا مع بعض اخر كام مواجهه للرجل العنكبوت، بدل الناس وكانه اسطوره او شخص لا يقهر، وده اللي صوره الاعلام المزيف للناس. ده اللي الاعلام المزيف صوره عندنا. هروح. لا خلاص، لا خلاص، لا صح، هتقعد تقاطعني بقى ومش هعرف اتكلم. لا والله ما هعملها تاني، خلاص انا بوعدك والله ما هعملها تاني، والله انا بحلف لك بالله، والله ما هعمل كده بالصعد. احنا على الهوا يا بيرو، معلش يا حبيبي انفعلت، بس الاعلام المزيف كانت حلوه يعني. خلاص والله نعيش بقى اجواء المباراه. دكتور بيرم، يا ريت تطمني وتطمن الساده المشاهدين على حاله ابننا. يعني لو بصينا على طريقه اداء الرجل العنكبوت هنلاقيه بيعتمد على الاستلام والتسليم من الحركه، يعرف ازاي يسلم ويجري، عشان كده تلاقيه مميز جدا في الهجمه المرتده، يعرف ازاي يرمي الشبكه وامتى يلقفها تاني. الله عليك، الله عليك، يرمي الشبكه ويلقفها تاني، صح.